بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها وزير الثقافة، هذه معلومات غير دقيقة ومضللة للغة السريانية والثقافة السريانية. نحن ولا تستند إلى أي معلومات دقيقة من قبله. اللغة السريانية هي لغة شعوب من آلاف السنين، وقد تكلم بها السيد المسيح من قبل 2000 عام، وهي لغة الأساسية وفي هذه المنطقة. بالنسبة أنه تسمية سوريا كمان معلومات غير صحيحة. أطلقت كلمة سوريا أو سريانا سورايا من قبل اليونانيين على السكان الذين سكنوا في هذه المنطقة من كلدانيين وآراميين وسريان وآشورين وبابليين. فتصريحاته لا تستند لأي وثائق تاريخية، ونحن أصل هذه المنطقة، واللغة السريانية من أقدم اللغات الموجودة وهي لغة سامية. نقول للسيد الوزير أن يعتذر عن هذه المعلومات التي أوردها، لأنها تمس بثقافتنا ولغتنا وشعوب المنطقة، وأيضا يهمش المكونات الموجودة في هذه المنطقة. ليس للسريان، عندما يهمش السريان كأنه يهمش المكونات الثانية كمان. فالمنطقة نحن سيفساء في هذه المنطقة إقصاء لكل المكونات. كانت اللغة السريانية هي لغة الفلسفة والعلم والأدب، لغة التجارة، كانت لغة التجارة التي كان يتداول بها التجار. بالنسبة أنه كسوريا جديدة، لا تكون سوريا جديدة إذا لم يكن فيها اعتراف بكل المكونات الموجودة في هذه البلد. لكي تكون سوريا ديمقراطية يجب الاعتراف بثقافات الشعوب الموجودة بها والمكونات الأصلية الموجودة بها. هذا التصريح كأنه يعيد مجزرة سيفه من جديد، الذي أقصي فيه الشعب وأباد فيه الشعب السرياني، فكأنه يعيد هذه المجزرة من جديد لإقصاء الشعب السرياني في هذه المنطقة. ونحن أصل المنطقة منذ آلاف السنين، من قبل ولادة المسيح اللغة السريانية موجودة وتكلم بها السيد المسيح قبل 2000 عام. الحل الأمثل للحفاظ على جميع مكونات المنطقة هو الاعتراف بكل المكونات في الدولة والدستور، الاعتراف بكل المكونات الموجودة، وإدخال اللغة السريانية كلغة وطنية في هذه المنطقة، في الدستور، في الدولة، وليس بس اللغة السريانية. في هناك مكونات لها لغتها الخاصة كمان. مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع رائع، لا يقصي أحد، لا يستثني أحد، تشارك فيه جميع المكونات دون تمييز بين سرياني وعربي وكردي أيزيدي. مشروع جيد وممتاز، ونتمنى أن يستمر ويدوم.